ازيكم يا شباب، النهارده معاكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن اغرب كتاب في العالم. لما تشوفه تلاقيه اكتر كتاب مبهدل في العالم، كتاب غريب عمرك ما هتفهمه. احنا في فيديو النهارده هنتكلم عن الكتاب ده وهنشوف الكتاب ده اصلا اللي عمله ليه فكر يعمله وازاي عمله. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده هو اغرب كتاب، اكتر كتاب فوضى في العالم. اول ما تفتح الكتاب كده تحس انك دخلت عالم تاني، عالم غريب، عالم كله حاجات مألوف، موسوعه ضخمه مليانه لغز مش طبيعي، لغز مش مفهوم، رسومات خياليه وحاجات تحس انها من كوكب تاني. انت عمرك ما سمعت عن الكتاب ده، فانت النهارده هتسمع عنه، هحكي لك قصه الكتاب ده واللي عمله ليه عمله. هتكتشف اكتر كتاب. عايزك تربط حزام الامان، تنطلق معايا في الرحله دي، لان الكتاب ده هيغير فكرتك بجد، هيخليك تفكر بعمق. طب ايه هو الكتاب ده وليه اتعمل؟ تعالوا نرجع كده فلاش باك لعام 1976. فنان ايطالي اسمه لويجي سيرافيني قفل على نفسه اوضه لمده سنتين. لما خرج من الاوضه دي خرج لنا بالكتاب ده، خرج بكتاب محدش فاهمه لحد النهارده. الكتاب ده موسوعه، بس مش موسوعه عاديه نهائي، مكتوب بلغه محدش يقدر يقراها خالص، كانها شفرات او ابجديه غريب، مرسوم باسلوب يشبه كتب العلوم، لكن التفاصيل كلها غير منطقيه. في نباتات بتتصرف كانها كائنات حيه، وفي حيوانات غريبه نصها بشر ونصها حاجات تانية. حتى البشر المرسومين جوه الكتاب مش طبيعيين، تحس انهم جايين من زمن تاني. ايه معنى الكتاب ده وليه الكتاب ده اتعمل؟ وهل ليه تفسير؟ من ساعه ما الكتاب ده اتعمل والعلماء والفنانين بيحاولوا يعرفوا ايه اللي وراه، ليه الكتاب ده معمول بالظبط. طب ايه دخل الكتاب ده بلغه الفضائيين؟ في ناس بتقول ان الكتاب كانه رساله مش موجوده من الحضاره على الارض. الرسومات الغريبه دي مش مجرد فن، دي رسومات من عالم موازي او كوكب تاني. طب ايه دخل محاكاه عقل الطفل بالكتاب ده؟ لويجي سيرافيني مؤلف الكتاب ده قال ان عايز يخلق نفس الاحساس اللي عند الطفل اول ما بيتولد، الاحساس اللي الطفل بيحس بيه اول ما بيشوف الكلمات. هو بيشوف الحروف والكلمات بس مش فاهمها، وده بالظبط اللي بيحصل مع اي حد بيشوف الكتاب. طب ليه الكتاب ده من غير معنى؟ في بعض الباحثين قالوا ان الكتاب ممكن يبقى من غير معنى نهائي، وانه تجربه فنيه بصريه، الدافع الوحيد انك تخليك تحس بالاحساس ده مش تفهمه. لكن الحقيقه محدش عارف ايه اصلا هدف الكتاب ده بالظبط. طب ليه لازم تشوف الكتاب ده بنفسك؟ ده تجربه عقليه بصريه، هتحس ان دماغك بتحاول تفهم حاجه مستحيل تتفهم. طب ليه الحصان في صوره بيتحول لشجره؟ طب ليه الاكل بيتحرك كانه كائن حي؟ هناك مرسومه كانها بتتحول لحاجات مش طبيعيه. الكتاب ده مش مجرد بيخليك تسال اسئله كتير، بيخليك تشوف العالم بطريقه تانية. في النهايه ده كتاب مش عادي بصراحه، وكتاب فن او لغز. ايه هو اقرب؟ هو واحد من اغرب الكتب اللي اتعملت في التاريخ، وهو رساله من المستقبل. في حد بعد كده ممكن يعرف يحل لغز الكتاب ده ويفهم الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ الاجابه دي سايبها لك انت. قول لي في الكومنتات، انت شايف الكتاب ده ممكن حد يعرف يحل اللغز وبعد كده يقرا الكلمات اللي فيه ويفهمها ويفهم الكتاب ده بيتكلم عن ايه بالظبط؟ كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. كومنت برايك.